في شارع خليل عويس امام جامع عمرو، محل صغير قوي اسمه ابو رحاب. بس اللي عرفناه ان الناس بتجيله من كل مكان وبيتصلوا بيه من الزمالك ومن الجيزه ومن المنيل. كل الناس بتيجي تاكل من عنده. مشهور قوي بالكفته بتاعته وبالكبده كمان. نعرف الحكايه من الحاج محمد صاحب المحل. برحب بيك يا حاج. اهلا وسهلا استاذ عامل محمد، ايه؟ الحمد لله ايه تمام. الجمال والعظمه دي؟ ربنا يخليك. انت بيقولوا عنك ارخص واحد بيبيع كفته بلدي. كيلو كام عندك؟ الكيلو ب 280. كيلو. كيلو ب 280. طب ما 280 ده هو رخيص بص قوي. بص هقول لحضرتك على حاجه. اولا انا هنا في منطقه شعبيه، يعني هي الاسعار الغاليه اللي هي في بره. كيلو كفته بره 320 350 جنيه، وفي ب 380 جنيه، وفي مطاعم عاليه قوي دي ب 1000 جنيه و950 جنيه. انا هنا بخاطب فئه معينه، وبعدين مش عشان خاطر الفئه المعينه ديت اللي هي البسيطه، اللي هي ما معهاش ان هي ما تقدرش تاكل كفته ولا تاكل رغيف حواوشي ولا اي حاجه. لا، انا بحط هامش ربح بسيط. انا مش لازم، او انا مش واحد داخل انتخابات ولا بتاع ولا بصايت نفسي ولا بتاع. انا بعامل ربنا في اللقمه اللي انا بعملها. اول حاجه، انا اولادي في الجامعه وفي الشغل فالحاجه اللي انا بعملها انا باكل منها وبيتي بياكل منها. فانا بعامل ربنا، مش بعامل الانسان اللي قدامي. فاستاذ محمد، حته الاسعار ديت انا دايما بحاول ان انا الزبون لما يجي ما يبقاش مكسور قدامي. لا انا عايز مش عارف ايه، انا عايز طب خليها ربع كفته بس، بدل مش عايز نص كفته. ال ال الحاجات ديت آه، انت راجل محترم. ربنا يخليك يا استاذ والله محمد. العظيم انت راجل محترم. ربنا يبارك فيك. تاني نقطة، أنا ولادي بيخرجوا من الجامعة بياكلوا بره، فلو أنا ما عملتش حساب ربنا في حاجة زي كده، طب ما ممكن ابني يخش مطعم تاني يكون مثلا حاجته مش كويسة بتاع مش عارف. انت بتتقي ربنا عشان الناس كمان تتقي ربنا في ولادك. بس انا اقدر اقول عليك ببساطه كبابجي الغلابه، كبابجي الناس البسيطه. وبعدين 280 جنيه ده مش سعر. وبعدين يا أستاذ محمد، أنا عندي رغيف الحواوشي هنا ب 20 جنيه، 20 وفي لحمه بلدي. وفي ب 40 جنيه، اللي هو بتبقى زيادة بزوده، بتبقى الحجم بتاعه زيادة. هو الحجم بيبقى واحد بس. كميه اللحمه تزيد. بس كمية اللحمة بتزيد. وفي اللي هو الحواوشي بالكبده، بعمل حواوشي برضو بالكبده. حواوشي بالكبده. حواوشي بالكبده بتبقى عليه شرايح الكبده من فوق. ده بكام ده؟ ده ب 45 جنيه. ما شاء الله. طبعا انا ناس كتير قوي 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 جربوا الرفاعي. انا في واحد قطري وواحد بحريني كانوا لسه عندي امبارح هنا، بيقول لي والله يا ابو رحاب، والله ما بشبع الا عندك. كتر خيره كله ذوق. اه، ما انا ربنا يخليك. فبقول لي انا رحت عند الرفاعي وجربت الرفاعي، والله ما بدوق حواوشي الا من عندك. انت تستاهل الخير كله. ربنا يخليك يا استاذ وعايز محمد. اقول لك انت عامل سعر حلو جدا. وانا لما اطلقت عليك كبابجي الغلابه انت تستاهلها. انت لسه قبل التصوير بتقول لي الفحم غلي وبتقول لي التوابل هو غليت. بص حضرتك، والله هي مش الفحم بس، ده كل حاجه غلت. الشنط البلاستيك غلت، الكوبايات ما غلت، انا الخامات مبسوط كلها انك اصلا. عارف تحافظ على فرق السعر ده. ما هو بص حضرتك، ما هو طبعا ما أنا لازم امشي على سيستم معين. حتى الخلطه بتاعتي في الكفته، او الطريقه بتاعتي اللي بعملها في الكفته، انا ماشي عليها نفس النمط. انا ايوه، ايه اللي ما بيميزك بغيرهاش، بالكفته يعني مش انت عشان ليه؟ خاطر ان هي الاسعار غلت. ايوه، ايه اللي الد- مميز؟ ايه اللي خلاك مميز في الكفته؟ حط فيها ايه دي سر الخلطه دي ايه؟ بتاعت ربنا، الحلاوه دي حلاوه ربنا، دي مش بتاعتي خالص. فالسر عند المولى عز وجل، دي مش بتاعتي انا. اللي يصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. قلبه يطيب. حبيبي يا أستاذ ربنا محمد. يرزقك طالما بتتقي الله في الناس. يبقى ربنا هيكرمك. ومن يتقي العنوان الله يجعل له تاني مخرجا. ونعم بالله. شارع. قول العنوان بنفسك عشان الناس تجيلك. 11 شارع خليل عويس، امام مسجد عمرو بن العاص. تعالوا هنا ننفع بعض. الناس اللي بتعمل لقمه حلوه وبتتقي الله في الناس احنا كمان هندعمها ونساعدها. احنا جينا لك هنا مش عشان انت بتعمل بس سعر حلو. احنا جينا لك هنا لان ناس كتير طيبين قالوا لنا روحوا ادعموا ابو رحاب حاج محمد ربنا في يبارك فيك مطعمه ويبارك في الناس عشان كلها. ربنا يزيدك في المبيعات، تكبر وتكبر وتبقى قد الدنيا. الحمد لله الحمد لله، ده هو كرم من عند ربنا. وبعدين حضرتك يعني هو سبحان الله، انا المحل بتاعي جوه في شارع جوه، ان حضرتك تبقى بره على الشارع وتوصل لحد هنا، ده كرم من عند ربنا. ربنا اللي بعتني ليك. بالظبط كده، هو ده اللي انا عايز اقوله. حبيبي يا أستاذ.
ربنا يرزقك.